لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. هوم ألون هو فيلم كوميدي عائلي أمريكي صدر سنة 1990. يروي الفيلم قصة كيفن الطفل الذي ترك عن طريق الخطأ وحيدا في المنزل أثناء سفر عائلته لقضاء عطلة عيد الميلاد، حيث يواجه كيفن للصين يحاولان اقتحام المنزل، الأمر الذي جعله يستخدم ذكاءه وحيله الطفولية للدفاع عن نفسه. يعتبر هوم ألون من أشهر الأفلام العائلية وأكثرها متعة، فكيف أصبح أبطال فيلم هوم ألون بعد 35 سنة من عرضه؟ فلنكتشف ذلك معاً. الممثل ماكولي كولكين هو ممثل وموسيقي أمريكي من مواليد 1980، حيث يعتبر من أنجح الممثلين الأطفال في التسعينات، وهو بطل فيلم هوم ألون. كان عمره في الفيلم 10 سنوات وهو الآن 45 سنة، ولعب دور الطفل كيفن. فلنترككم الآن مع صور كيفن وهو كبير. كان هناك ممثل آخر في الفيلم وهو من عائلة كيفن الحقيقي، فلنكتشف من كان ذلك. الممثل جوزيف فرانك بيشي، وهو ممثل أمريكي من مواليد 1943 بولاية نيوجيرسي. عرف جوزيف بلعب أدوار رجال العصابات، لعب دور أليس وكان عمره في الفيلم 47 سنة، أما الآن فعمره 82 سنة، ولعب دور أليس هاري في الفيلم. فلنترككم الآن مع صوره الجديدة وهو كبير. الممثل دانيال ستيرن هو ممثل ومخرج أمريكي من مواليد 1957 بأمريكا. لعب دور أليس الثاني وكان عمره في الفيلم 33 سنة فقط، أما الآن فعمره 68 سنة، ولعب دور أليس مارف. فلنترككم الآن مع صور مارف وهو كبير. ما رأيكم؟ هل تغير مارف كثيراً أم لا؟ خلوا لي رأيكم في الكومنتس. الممثلة كاثرين أوهارا، وهي ممثلة كندية من مواليد 1954. لعبت كاثرين دور أم كيفن، كان عمرها في الفيلم 36 سنة والآن 71 سنة. لعبت كاثرين دور الأم كيت. ما رأيك؟ هل تغيرت كاثرين كثيراً أم لا؟ والآن فلنترككم مع صور جديدة لكاثرين. أخبروني في التعليقات ما رأيكم. الممثل جون هيرد هو ممثل أمريكي من مواليد 1946. اشتهر بعد تمثيله دور الأب بيتر في سلسلة أفلام وحيد في المنزل. كان عمره في الفيلم 44 سنة. توفي جون سنة 2017 عن عمر يناهز 72 عاماً،
حيث عثر عليه جثة هامدة داخل غرفته بالفندق الذي كان يقيم فيه. ولحد الآن لا زالت قصة وفاة جون هيرد غامضة، ولا يعلم أحد السبب الحقيقي حول ذلك. الممثل كيران كولكين هو ممثل أمريكي من مواليد 1982 بنيويورك. لعب دور ابن عم كيفن الصغير، وهو أخوه في الحقيقة أيضاً. كان عمره في الفيلم 8 سنوات، وهو الآن 43 سنة. ما رأيكم؟ هل يشبه كيفن أم لا؟ وما رأيكم أيضاً في التغيير بعد 35 سنة؟ فلنترككم الآن مع صور لكيران كولكين وهو كبير. الممثلة هيلاري وولف هي ممثلة أمريكية ولدت في شيكاغو سنة 1977. لعبت دور ميغان أخت كيفن الكبيرة. كان عمرها في الفيلم 13 سنة، أما الآن فهي 48 سنة. ما رأيك في التغيير؟ هل تغيرت كثيراً أم لا؟ الممثل ديفين ريتراي هو منتج أفلام وكاتب سيناريو وممثل أمريكي من مواليد 1977 بنيويورك. كان عمره في الفيلم 13 سنة، أما الآن فهو 48 سنة، ولعب دور أخ كيفن الكبير الذي كان اسمه باز. ما رأيك في التغيير؟ للمزيد من الفيديوهات لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أخبروني في التعليقات ما هي الأفلام والبرامج والمسلسلات التي تريدون رؤيتها في الفيديوهات القادمة.